هلا حبايب قلبي، شلونكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله زينين. رجعت وياكم فيديو جديد وروتين جديد، ان شاء الله تستمتعون تقضون وقت حلو وياي. طبعا مثل ما تشوفون ما شاء الله البارحة بغداد مطر كلش قوي، اللي صادف يوم الاربعاء، وان شاء الله يا رب مطر خير علينا. طبعا حبيت اخذكم جولة وياي، ان شاء الله تستمتعون تقضون وقت حلو وياي اكيد حبايب قلبي. طبعا اليوم احنا فطورنا يم اهلي، مثل ما تشوفون ماما محضرة الفطور، لقيتها كل شي مخلصة خطية، بس هيك الأشياء البسيطة أنا سويتها. طبعا هنا محضرت لنا الدجاج بالبهارات الحارة، ودجاج بدون بهارات لأنه ما مو زين عليها. فهنا مثل ما تشوفون ما ننسى الباكة. طبعا احنا عندنا عشق للباكة، واكيد العراقيين كلهم يحبوها، واكيد سهمكم الف عافية حبايب قلبي. واكيد ما ننسى الحلاوة هماتين. طبعا احنا كل ما نروح لازم امي مسويت لنا هاي النستلة. طبعا هي من ايديها يعني يختلف كل شي، يختلف بيحفظها ويطول بعمرها. طبعا هاي مسويته ثواب على روح جدي الله يرحمه، الذكرى مال وفاته. طبعا احنا كليتنا عدنا أجداد وعدنا بيبيات مثل ما يقولون، وإلهم ذكرى بقلبنا ما تروح نهائيا، ونظل نذكرهم لحد ما نموت. وطبعا الله يرحمه جدو كان كلش 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 عزيز على قلبي، وكلش كان يحبني. وربي يرحمك ويجعل مأواك الجنة يا ربي، وإن شاء الله نلتقي بالآخرة. وهنا مثل ما تشوفون حبايب قلبي، طبعا امي السهي السمسم بالزيت. طبعا الصراحة انا ما سهي بالزيت، بس من شفت طريقة ماما، طبعا انا اتعلم الطبخ من ماما اكيد. يخبل الصراحة، وخلت له همتين، طحنت له الهيل المطحون وعافته شوية لحد ما يتغير لونه، وضافت التمر. طبعا بنات النتيجة تجنن الصراحة. هسه همتين اجربها وياكم بالفيديو، وان شاء الله انتم هم تستمتعون تقضون وقت حلو يا حبايب قلبي. واذا انتم جديدين على القناة لا تنسون اللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس على مود يوصلكم كل شي جديد. تشوفون طبعا النار ناصية، وهسه راح اضيف له الهيل، بس الهيل مو طحنة كاملة الصراحة، طحنة نص طحنة قالت على مود يعني يبين بالتمر. وهذا مثل ما تشوفون هذا الهيل، وسهمكم ألف عافية حبايب قلبي. يلا خلينا نشوف ايش عندنا ما عندنا ونكمل أكيد سوا. حبيت أشارككم هذا يوم البسيط الجميل، وانتم لا تنسوني باللايك حبايب قلبي والاشتراك وتفعيل زر الجرس على مود يوصلكم كل شي جديد. وإن شاء الله مشاهدة ممتعة أكيد حبايب قلبي. همتين حضرنا البسكت، وهسه راح نخليه فوقه النستلة. النستلة تعرفون يعني حليب مكثف وزيت وكاكاو، زبد وكاكاو عفوا. واكيد سهمكم العافية. هسه هنا مثل ما تشوفون صارت حاضرة، راح نديرها فوق البسكت، راح اخليها بالثلاجة لمدة ساعة ساعتين، وسهمكم الف عافية اكيد حبايب قلبي. فهنا مثل ما تشوفون خلصنا الحلا. وها اللي عندنا امي تسوي وحدة جوزي ووحدة بيضة. البيضة تستعملها شو اسمه كريم شانتيه وقمر وحليب مكثف، واكيد هم تمن. لازم نخليها بالثلاجة تبرد في ساعتين او اكثر على مود تسخن وتعطي طعم كلش طيب. وهسه نشوف ايش عندنا ما عندنا، راح نكمل سوا حبايب قلبي. خليكم من نهاية الفيديو مشاهدة ممتعة، واكيد سهمكم الف عافية اكيد اكيد حبايب قلبي. مكونات النستلة البيضة حبايب قلبي حبيت اشوفكم اياها. جيت حضرت الزلاطة وسويتها، وحضرت الطرش وهالسوالف، واكيد هاي الخضرة العراقية اللي تجنن وتخبل. وهنا مثل ما تشوفون حبايب قلبي سوينا الثريد اللي يخبل مال باكر، حنحضر الباكر. واكيد الاكلة العراقية اللي عندنا هي مشهورة اكيد الباكر، وحبيت همتين اصور لكم اياها. طبعا انا الصراحة كلش احب الباكر، بس بناتي ما ياكلوها، بس انا وبزينب لا ناكلها. وهاي شكلها النهائي، وسهمكم مليون عافية حبايب قلبي. طبعا بنات الطعم يخبل يخبل، والشكل بعد احلى اكيد. وهنا مثل ما تشوفون هذا زادنا اليوم ديم هاي اللمة الحلوة، وإن شاء الله ربي يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال يا ربي. وهذا مثل ما تشوفون ورا الفطور هاي التحلاية الحلوة، وقعدنا وتونسنا، وأكيد ربي يدوم اللمة الحلوة وربي يحفظكم أكيد حبايب قلبي. حبيت أني أختم وياكم الفيديو، وإن شاء الله تونستوا واستمتعتوا وياي، ومع ألف سلامة. باي باي حبايبي.